هذا ابوي قال لي عليه شاي، خليني اروح لوين صار. والله تعبتنا هاي القاع، لا وراها محصول لا هاي. ابوي ليش ما جيت؟ شايك برد. اي والله ابويا مريم، حتى الشاي نسيت. اي ابوي حقك 24 ساعة افكر بس بالقاع. ابويا مريم ما عندي شيء افكر بيه غير القاع. ابو مريم السلام عليكم. اهلا اهلا حكيم، اهلا وسهلا. يابا تقول هذا اخوي خله مر علي يسال علي 24 ساعه نايم بهالقاع هاي. لا اخوي حكيم، ان شاء الله انا مريومه راح نسير عليكم، ان شاء الله نجيكم. ليش انتم ما تجونا؟ مثل ما تعرفين ابوي بيلتهي بالقاع وانا ملتهية بالحلال. احنا وين نجيكم؟ تجينا للولاية. حقك انت ما سامع بالمدينة، بس قاضيتها بالنعجات. اي انا ما سمعانة بالمدينة، بس هاي شنو هذا اللي بيدك؟ انت تحجين صقد ما تعرفين هذا التليفون؟ اي احكي صقد ما اعرفه. عما هذا التليفون 14 برو، حتى لو تبيعون القاع كم ما تشترونه. اقول لك نصرت، انا جيت عليك اليوم، انت ليش ما تعوف القاع وتروح تسكن هناك وياي بالمدينه؟ ايش تقول؟ والله يا اخوي يا حكيم انا ما اقدر اعوف القاع وامشي، انا متعود عليه. مريومة لقيت لك خطة، خلي ابوك يشيل من هاي القاع يروح يسكن بمدينتنا. الله ودي شنو الخطة؟ عندي خطة اليش حتى خليهم يشترون تليفون. يابا الو حكيم، جايك مو تفتح علي، روح للمدينه انا جايك بالطريق، شو المكان. يلا مريومه اليوم ما نبغى بالقاع، للمدينه ركض، يلا مشينا.